اخر اخبار بخصوص التسويه الجماعيه، عندنا جوج ديال الاخبار صراحه الله اللي اخبار اللي واعره. الخبر الاول من جريده ديال بايس اللي كنعتبرها وكيعتبرها بزاف ديال الناس بان احسن جريده وجريده اللي عندها واحد المصداقيه. والخبر الثاني غنحاول حتى هو انني نبارطاجي معكم، فقط تبع الفيديو من الاول للاخر باش ما يبقاش عندك حتى اشكال، وممكن يكون هذا اخر فيديو على التسويه الجماعيه وشنو غيكون. اوكي، الخبر اللي غنهضروا عليه هو من الجريده ديال بايس، قالت لك بلي ان الحكومه كتسرع ان التسويه الجماعيه تصادق عليها ان شاء الله نهار 3 اللي هي غدا 14 ابريل اولا 3 الجاي اللي غيكون 22 اولا 21 ابريل. يعني هذا هو الوقت المحدد، والحكومه هاد التاخير كامل اللي عملها الاخوان عندها واحد الحاجه اللي غتكون سبيسيال بالنسبه لبزاف ديال الامور. ممكن يحيدوا شهاده السكنه، ممكن يسهلوا بزاف ديال الامور. اوكي، يعني حسن السير يسهلوا فيها، المهم بزاف ديال الامور بروفات واخا يكونوا ناقصين انك تدفع. يعني هذا الشيء هذا هو اللي كيخلي هاد التسويه هذه انها تعطل شويه. اوكي، وكذلك كيخلي المهم بنادم يكون عنده واحد شويه ديال الصبر. هذا الشيء اللي كنبغي بنادم خصو يكون الصبر، وان شاء الله كل شيء غيدوز. الخبر الثاني اللي هو الاخوان اللي غنحاول اني نهضر معاه اللي هو بخصوص هذا الخبر كما كتشوفوا معنا. نحاول ان نخلي لكم الخبر. فكيقول لك بلي ان الخبر غينزل نهار الاربعاء 15 ابريل في الجريده الرسميه، اولا اذا ما نزلش نهار 15 عفوا غينزل نهار 22 يعني الاربعاء الجاي. يعني هذا هو الخبر اللي مأكدين منه، يعني التسويه الجماعيه من هذا الشيء كامل غتكون في هذا الاسبوع هذا ان شاء الله. يعني من نقولوا من 14 ابريل حتى نقولوا حتى 28 ابريل، يعني نحاولوا ان نخليوا هذه الفتره كامله ديال السيمانه ولا 8 ايام كامله نخليوها في عين الاعتبار، ونجمعوا البروفات ديالنا، نجمعوا الدوسي ديالنا، نجمعوا المسائل ديالنا، نتواصلوا مع محامي، اولا نشوفوا اننا ندفعوا في الموقع ديال ميركوري. راه ضاف واحد الميزه انك ممكن انك تدفع للتسويه الجماعيه. ان شاء الله في الفيديو القادم غنوري كيف انك تدفع في الموقع ديال ميركوري البلاصه، نوريكم كيف انك تكمل الاجراءات ديالك باش انك تدفع الملف ديالك غير اونلاين. اوكي، فالله يسهل لكم الاخوان. ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، بغيتو يوصل للماكس ديال الناس. دير لايك، اي واحد بغى شي سؤال استشاره راه كنقدم اي حاجه بغيتيها لوجه الله، فابور ما تخلصني والو، فقط رحمه ديال الوالدين. بغيت الماكس ديال البارطاج. الله يسهل لكم في هذا الفيديو هذا. اوكي، فما تنساش دير متابعه، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.